السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رمضان كريم علينا وعلى الجميع وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين. طبعا كلنا كده اول يوم رمضان بنبقى محتارين هنعمل ايه ونطبخ ايه النهارده على الفطار. طبعا اغلبنا بيحب كده يعمل محاشي اول يوم، بس انا النهارده بقى يا جماعه هكسر القاعده واعمل معاكم اكل خفيف جدا وفي نفس الوقت صحي جدا. النهارده بقى حماتي كده جايه تفطر معايا، فلازم اعمل لها كده اكل يكون خفيف وفي نفس الوقت يكون صحي ومفيد كده للجسم. فقبل ما نبدا كده الفيديو بتاعنا يا حلوين نشوف السفره بتاعتنا المحترمه، شجعوني كده بلايك واشتراك في القناه وشير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه النهارده في اول يوم فطار. اول حاجه بقى هنا نراعي الرسم على كل سفره. التمر يا جماعه، معايا هنا تمر كده مفصصاه وهنزل عليه كده بلبن وهسيبه كده لحد اخر النهار. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هولع اللحمه بتاعتي. هجيب كده بقى الحله وانزل عليها كده بنقطه من الزيت، ومعايا هنا ورق لورا ومستكه وحبهان هنزل عليهم كده وهقلبهم بقى كده كويس جدا لما يتلوحهم. وبعد كده بقى هنزل كده باللحمه بتاعتي. طبعا في المرحله دي النار كده بتبقى عاليه معايا علشان اللحمه بتاعتي تاخد صدمه. وزي ما قلت لكم النهارده كده عامله ايه؟ فطار خفيف. هبدا بقى كده اقلب فيها كده لحد ما لونها كده يتغير من جميع النواحي بالشكل ده. شايفين كل ده يا جماعه والنار عاليه معايا. بعد كده بقى هنزل بالميه بتاعتي. انا سبتها هنا ايه لما تغلي على البوتاجاز. واول ما تغلي بقى طبعا كلنا عارفين بنشيل الريم ونسيبها بقى نوطي عليها سوا تستوي براحتها. هنا بقى هعمل ايه؟ هعمل بسله. معايا هنا الجزر، هبدا كده اقطعه بالشكل ده وهقطعه بقى ايه طرنشات رفيعه. طبعا البسله دي يا جماعه قيمه غذائيه عاليه جدا، ما شاء الله احنا كلنا كده بنحبها. وطبعا ده الموسم بتاعها، فالحق بقى كده ايه هاتيلك شويه كده محترمين وخزنيهم قبل ما تروح. طبعا البسله دي ممكن تعملي معاها كوسه وبطاطس، إيه فاصوليا اللي انت حباه، بس انا النهارده هعملها كده ايه معاها جزر وخلاص. انا الصراحه بحب اعمل البسله مع الجزر بس، مش بحب ازود معاها حاجه تانية. اكمل بقى وبعد كده ارجع لكم. هنا بقى معايا جزره هبشرها كده لان هحتاجها بقى في حاجه تانية. بعد كده بقى اقول لكم هحتاجها في ايه. هنا بقى خلاص كده بشرناها كده تمام. هنولع بقى البسله بتاعتنا. هنزل بقى هنا كده بمعلقه من السمنه وشويه من الزيت، واول بقى ما يسخنوا معايا خالص هنزل بقى ايه بالبسله بتاعتي. طبعا يا جماعه كل واحد وله طريقته كده في الطبيخ. انا بقى هقول لك النهارده انا بعمل بسله ازاي. وهنزل بعد كده بالجزر وهقلبهم بقى كده مع بعض واسيبهم بقى ايه لما يتلوحهم ويستووا تمام مع نفسهم كده من غير اي حاجه. بعد ما البسله بقى استوت معايا خالص طبعا ايه بنهدي عليها النار زي الشمعه. شايفين استوت خالص اهيت. يبقى كده ايه تمام. هنا بقى البسله كده فضيتها كده في اي طبق عشان في نفس الحله هعمل فيها البسله. شويه زيت كده وهنزل بالبصلايه وهقلبها كده لحد ايه ما تصفر معايا. وبعد ما اصفرت كده بالشكل ده هنزل بقى كده بفصين توم مفرومين، بس بنحطهم كده في الاخر عشان مش عايزاهم يحمروا. انا عايزه نكهه التوم كده تبان معايا يا جماعه في البسله. وبعد كده بقى الطماطم فرماها كده ومصفياها
وانزل عليها لحد ما تتسبك خالص كده بالشكل ده، شايفين؟ وبعد كده بقى هنزل بالبسلة بتاعتي، وبعد كده بقى هنزل بقى، تنزلي بمية تنزلي بشوربة المتاح عندك، وهظبط بقى كده الملح بتاعي والبهارات بتاعتي. بحط هنا معلقة كويسة كده من السبع بهارات، طبعا دي بهارات مشكلة يا جماعة، ومعاهم كده معلقة من الفلفل الأسمر، بس مش أكتر من كده. واسيبها كده شوية مع نفسها، وبعد كده بقى ايه بطفي عليها. ودي طريقتي في البسلة بتاعتي. هنا بقى معايا كده قرنين فلفل أحمر وبصلاية كبيرة وفصين من الثوم. هبدأ بقى كده أفرمهم كويس فرم ناعم جدا في الكبة، عشان هنعمل ايه بقى، هنعمل كفتة فراخ يا جماعة، تبقى ما شاء الله طعمها جميل جدا وكمان تغيير. بعد ما فرمتها كده ناعم جدا بالشكل ده، شايفين؟ هبدأ بقى كده ايه اصفيها. هنا طبعا المية بتاعتها، وانا كنت صفيتها ايه دي الطفل بتاعنا. معايا هنا بقى دهن كده اللي هو الدش، بتجيبيه طبعا من عند الجزار، علشان كفتة الفراخ غير كفتة اللحمة ميبقاش فيها نسبة دهون، فلازم كده تحط لها ايه نسبة من الدهن عشان ما تبقاش ناشفة معاكي. فهنفرم كده الدهن بتاعنا كده كويس جدا لحد ما ينعم معانا خالص بالشكل ده، شايفين؟ طبعا كده الكبه كانت مكان الفلفل ما غسلتهاش، اشتغلت كده على طول. معايا هنا بقى نص كيلو من صدور الفراخ، بس اهم حاجه قبل ما تفرميها يكونك يا جماعه، يكونكم كده يا جماعه جايبينها ايه من الفريزر عشان تبقى متلجه، عشان لو عملتيها كده وهي طريه هتنزل الميه بتاعتها وتبقى ناعمه جدا، وهتيجي بقى كده تعجنيها هتلاقيها طريه معاكي خالص. فعشان تبقى ناشفه لازم كده تحطيها شويه في الفريزر، وتكون كده متماسكه معاكي ومتلجه. تمام. افرمها بقى كده فرم ناعم، شايفين؟ بس ما تكونش كده ايه ناعمه قوي. بعد كده بقى هتفضيها بقى في البوله بتاعتك اللي هتعجني فيها، وابدا بقى كده اظبط كده الملح بتاعي، يعني حوالي كده معلقه صغيره. معايا هنا بقى معلقه من الفلفل الاسمر، وربع معلقه من البيكنج باودر، ومعلقه من البهارات المشكله، ومعلقه صغيره من البابريكا. طبعا شايفين المعاني اللي بحط فيها، من كل معلقه صغيره حاجه، ونص معلقه من الكزبره، ومعلقه بقى من الثوم البودر والبصل بودر. بس دي البهارات بتاعتي كده بقى تمام. هنزل بقى هنا كده بشويه من الكزبره، الكزبره يا جماعه مش الشبت، وده الفلفل بقى والبصل اللي فرمناه مع بعض. وهبدا بقى كده اعجن فيها بقى كده كويس جدا. معايا هنا بقى 3 معالق كبار من البقسماط عشان تبقى متماسكه معايا، وهعجنها بقى كده كويس بالشكل ده، شايفين؟ لحد ما تتماسك معايا كده. بعد كده بقى هشتغل فيها كده على طول. ميه البصل بقى هعمل ايه، هنزل كده بشويه من الملح، وشويه صغيرين من الخل، وشويه بقى من الزيت، وهقلب كده كله مع بعضه لحد ما يندمج كده مع بعضه. هنا بقى معايا الصينيه اللي هعمل فيها، واحط كده نقطه من الزيت. وبعد كده بقى ابدا اصبع الكفته بتاعتي، معلش. معايا هنا بقى عصيان الشيش طاووق. هبدا كده اخد جزء من الكفته بتاعتي وعلى عصيان كده، وهتبل ايدك اهم حاجه، وهتصبعيها، شايفين؟ اهم حاجه كده تسويها على العصيان وتعمليها كده بالشكل ده. هتاخدي كده جزء، طبعا باخد 2 كده ما باخدش واحده، علشان تبقى الكفته معايا كده متفتحه. وهتبلي ايدك من الخلطه ديت، والاول كده بتسويها، وبعد كده بقى بتعمليها كده بصبعك عشان تديكي كده شكلها.
هنا بقى كفته معايا بعد ما خلصت تصبعها. شايفين يا جماعه النص كيلو عامل معانا ايه؟ ما شاء الله. والكفته بتاعتنا بقى ما بتكشش ولا اي حاجه خالص. طبعا النار بتسيبيها كده شويه لما تحمى معاكي خالص وتسخن، وبعد كده بقى بتحط الصينيه بتاعتك والنار عاليه. البسله بتاعتي بقى كده خلاص تمام، طفيت عليها. هنا بقى هبدا اعمل الرز. هعمل النهارده رز بسمتي. هننزل كده بمعلقه من السمنه وشويه من الزيت، وهنزل بقى كده ببصلايه. انا مش عايزاها تحمر، تدبل بس. وبعد كده بقى الجزريه اللي بشرتها معاكم هنزل كده مع البصل. وانا بقى معايا طماطميه كده بشراها. وطبعا لو عندك بقى فلفل اخضر، بس انا ما كانش عندي الصراحه، هتنزلي بقرن فلفل اخضر. هنا بقى معايا عود قرفه، وهنزل بقى بمعلقه كده الفلفل الاسمر، ومعلقه كده من الكاري، ومعلقه من بهارات الكبسه، والليمون المجفف، واقلبهم كده كويس مع بعض. وبعد كده بقى هنزل ايه بالرز بتاعي. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه، الرز البسمتي غير الرز العادي. الرز البسمتي لكل كوبايه بياخد كوبايتين او كوبايتين الا ربع من الميه. يعني هنا معايا 3 كوبايات حتى و5 كوبايات من الميه. وعشان بقى ما عنديش شوربه، هحط بقى ايه مرقه دجاج. انما لو عندك شوربه بقى تستغنى عن مرقه الدجاج. بس يا دوبك شوربه اللحمه يا دوبك، احنا بنحب نشرب الشوربه. هسيبها بقى لما تنشف خالص، وبعد كده ههدي عليها النار. يبقى كده تمام. هنا بقى الكفته بتاعتي بعد كده ما شمعت معايا وقربت كده تحمر، بطلعها كده من الفرن، وهديها كده مسحه ايه من الخليط اللي احنا ايه كنا مطلعينه من ميه البصل. تدينا كده لون جميل، وفي نفس الوقت بتطعم معانا الكفته بتاعتنا. بعد كده بقى هبدا اعمل ايه العصير. هنا البلح اللي كنت عاملاه مع الميه، نزلت بعليه كده ب3 صوابع من الموز، من غير سكر يا جماعه، لان البلح اصلا مسكر. فاحنا بنحبه كده هادي. وهتضربيه كويس جدا في الخلاط بتاعك لحد بقى ايه ما ينعم معانا خالص. عايزه اقولك ان العصير ده ما شاء الله جميل جدا وقيمه غذائيه في نفس الوقت. هنا برضو كده كنت بعمل عصير مانجا، عشان اللي ما يشربش بلح مع لبن يشرب عصير مانجا. هنا بقى كنت خلاص كده الرز بتاعي استوى معايا. شايفين ما شاء الله الرزايه عامله ازاي؟ هي لا معجنه ولا حاجه. هنا بقى الكفته بتاعتي كانت خلاص طلعت من الفرن. شايفين يا جماعه الجمال والحلويات؟ ما شاء الله، تحفه. شايفين الكفته شكلها عامل ازاي؟ وهنا بقى الرز بتاعي برضو بعد ما خلصته كده. شايفين الرزايه ما شاء الله مفرفره جدا. ودي برضو الكفته بتاعتي اهي. مش هقول لكم بقى على ريحه الكفته دي وطعمها، تحفه تحفه. شايفين يا جماعه الكفته؟ وفي نفس الوقت مفرغه معانا. بجد والله العظيم جربيها، طعمها خطير جدا. وادي يا جماعه بقى السفره بتاعتنا الخفيفه المحترمه اللي عملناها النهارده. مرضناش بقى نكتر اكل، عشان النهارده بقى اول يوم صيام، والمعده ايه ما تبقاش كده تعبانه في الاكل. شايفين؟ ادي البسله اللي احنا عملناها، وادي اللحمه والكفته والرز بتاعنا. كان معايا كده طبق رز ابيض، حطيته معاهم اللي ياكل ده واللي ياكل ده. والمخلل الباقي يا جماعه اللي انا كنت ايه عاملاه معاكم، المخلل المشكل. وده طبعا ايه العصاير. شايفين ما شاء الله؟ لو عجبكم بقى فيديو النهارده شجعوني كده بلايك واشتراك في القناه وشير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. السلام عليكم.